أوقات كتير بنسأل نفسنا هيحصل ايه لو حياتنا اتغيرت أو لقينا وسيلة نغيرها بيها. وده اللي عمله شفيق لما لقى صفارة الملك توت، وقرر انه يرجع بالزمن عشان يغير حياته اللي اتدمرت. لكن خلال رحلة شفيق وتنقله بالزمن بيكتشف أحسن حكمة في المسلسل، وهي إن أعظم سفر بالزمن هو السفر للحاضر. من أكتر الحاجات اللي عجبتني في مسلسل الصفارة الأداء التمثيل لأحمد أمين وثنائيته الجامدة مع طه دسوقي. السيناريست أبدع في تصميم شخصية شفيق وأخوه ومدى قوة العلاقة ما بينهم. كمان كل المشاهد اللي كانت بتجمع أحمد أمين بطه دسوقي كان بيطلع منها كوميديا وإفيهات محترمة. على مدار 15 حلقة أحمد أمين قدم لنا وجبة كوميدية متكاملة، شخصيات مختلفة كتير ما بين الراجل المليونير اللي بيكون معاه فلوس كتير قوي لكنه مش عارف يصرفها غير على علاجه، ومطرب المهرجانات، والبلطجي اللي كان من أقوى الحلقات في رأيي. من أبرز الأسباب اللي خلت مسلسل الصفارة أحسن مسلسل كوميدي في رمضان إنه 15 حلقة بس. انت مش لازم تكتب مسلسل في 30 حلقة وأحداثه ما تستحملش غير 15 حلقة. ورأيي إن الصفارة لو كان 30 حلقة ما كانش هيبقى حلو، وفي تيمة الجذب اللي تخليك كل حلقة تتفرج بنفس الشغف والمتابعة. بيقولوا إن المسلسل الحلو لازم يكون التتر بتاعه حلو، وده حقيقة تتر مسلسل الصفارة من أحسن التترات في مسلسلات رمضان. وقبل ما أنهي الفيديو حابب أسأل صناع المسلسل سؤال مهم جدا: هو إيه اللي حصل في جمصة؟ أوقات كتير بنسأل نفسنا هيحصل ايه لو حياتنا اتغيرت